ازيكم يا حبايب قلبي. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحه واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده تنظيف المنبار، وهنعمل مع بعض النهارده خلطه المنبار، وهنشوف ازاي هنعمل مع بعض المنبار وننضف مع بعض المنبار بطريقه سهله وبسيطه، مش هتاخد معنا اي وقت خالص. معنا المنبار اهوت، لسه جايبينه اهوت صابح فريش اهوت. يستحسن لما تيجي تجيب المنبار تنقي المنبار اللي هو يكون ضيق معاك، عشان مش ينزل منكي رز، ويكون كويس معاكي في الحشو وشكله حلو. هتمسكي المنبار كده، هتنضفيه من الجوانب، هتزيلي اي رواسب فيه. الدهون ديت بيبقى فيها شوايب كتير وفيها رواسب، فانت بتحاولي تنضفيها كده على قد ما بتقدري. بتشيلي منها كده اللي هي اللي فيها المادة الوحشة، فيها فورة، فيها اي حاجة وحشة بتشيليها بايديكي كده بالراحة وانتي بتنضفي، عشان مش هتخرج معاكي اهوت. تمسكي المنبار كويس اهوت وبتنضفيه واحدة واحدة عشان مش هتخرج معاكي زي ما قلنا، عشان المنبار اصلا رقيق ومش بيستحمل اهوت. تمسكي المنبار بالطريقة ديت، بتشيلي اي رواسب فيه، اي حاجة فيها عفورة، فيها عفشية، فيها اي حاجة. طبعا الدهون دي كلها انت بتتخلصي منها عشان مش لها 30 لازمة. وبعدين المنبار من الحاجات اللي هي بتحتاج نظافة كتير، وبتحتاج غسيل، وبتحتاج يعني، بس ان شاء الله معانا مش هتحتاجي فيها وقت ولا مجهود، هتخلصي اكبر كمية معكي بأقل وقت ممكن اهوت. تمسكيها واحدة واحدة كده، احنا لسه مش قطعناه اهوت، لسه زي ما هو كده بيسهل معاكي. ما بتمسكي الواحدة كده بطولها احسن، بتسهل معاكي وبتنضفها بسهولة اهي. هو طبعا المنبار بتاعنا مش فيه دهون كتير، يعني هو جاي اصلا من عند الراجل مش فيه دهون كتير، فانتي بتحاولي على قد ما بتقدري بتشيلي، بس بتسيبي طبقة بسيطة خالص، لانها بتدي تيست وبتدي طعم معاكي في الشوربة، وبتدي طعم للمنبار. بس بتسيبي اللي هي الطبقة اللي هي تأكدي الطبقة اللي انتي هتسيبيها تكون نظيفة وتكون كويسة، مش فيها اي حاجة خالص اهوت. وهي يا حبيب قلبي هتمسكي تنضفي كلياته كده بالطريقة ديت. هجرب معاكم واحدة بس كده اهي كده خلاص، خلصت ديت اهي. هخلص باقي الكمية وارجع لكم نشوف هنعمل ايه مع بعض، هنقلب مع بعض ازاي. اهو بعد ما خلصت الكمية اهوت، تنظيف اهوت، واتخلصت من الدهون الزايدة ورميناها اللي مش بتستخدمها في اي حاجة خالص. تيجي عشان تقلب المنبار، بتجيبي عصاية معاكي، اي عصاية تكون مشيلها بوز، عصاية الششتوك او اي عصاية عندكي، اي عصاية تكون طويلة، مش تكون إلها، مش تكون مدببة، بس مش يكون إلها بوز من اللي هو اللي يكون رفيع، عشان مش يخرج معك المنبار ويبهدل. بتجيبي العصاية كده وبتثبتيها على بوز المنبار من قدام اهوت. اهوت بتدخلها في بوز المنبار من جوه. معلش هي بتزفلت بس معنا عشان بس لسه مش غسلناه، بس لسه مش تخلصنا من المادة اللزجة اللي فيه هي. هي ان شاء الله مش هتاخد معاكي وقت اهوت اهو. وبتتأكدي ان انتي ثبتها كويس على المنبار من جوه اهو، وبتجلبي عليها المنبار، يعني بتحطي بوز العصاية في المنبار من جوه وبتجلبي عليها المنبار اهوت. اهوت بالثبت العصاية معاكي في الطبقة اهوت اللي انتي بتنطفي فيها وبتعملي فيها اهوت، وبتجلبي عليها المنبار. لو جابلتكي حتة مقطوعة في المنبار بتيجي من عند وبتبرتي عادي، مش مشكلة، يعني انتي كده اصلا كده كده هتقطعيه، وكده كده هتجلبيه كده كده وهتقطعيه صوابع، فمش مشكلة. يعني لو حتة مقطوعة معاكي وانتي جيتي من عندها وقطعتي عادي، بس انتي بالراحة بتحافظي على قد ما بتقدري، عشان انتي بتتحكمي في الطول بعد كده اهو يا حبايب قلبي. اهي قلبناها بسهولة، هي مش خدت معاكي اي وقت خالص ولا اي مجهود، في ثواني وانتي واقفة على الحوض بتكوني خلصتيه اهوت. دي اول واحدة اهي قلبناها مع بعض اهوت. هنشوف مع بعض كمان واحدة هي، عشان البنات حبايبي الصغار لسه داخلين المطبخ مبتدئين بس يشوفوا بس بنعمل ايه اهوت. بتثبت العصاية كده على بوز المنبار من جوه اهو.
هي معلش هي يعني مملة شوية في الأول علشان انتِ بس لسه مش نضفتيه من المادة اللزجة اللي فيه، فتبصي تلاقيها غصبٍ عنِك بتتزفلط منِك. أهوّة. أنا آسفة على الإضاءة بس معلش عشان النور بس قاطع بس معلش، شغّالة على الفلاش بتاع التليفون والكشاف فمعلش بس آسفة بس على الإضاءة. أهو يا حبايب قلبي بتثبتي العصاية كده وبتيجي عليها المنبار، مش بياخد معاكِ أي وقت خالص. أهوّة. أهم حاجة العصاية بتاعتكِ تكون مش مدببة، تكون عصاية مشيلها بوز، وتكون عشان مش تبهدل معاكِ المنبار تخرجوا معاكِ وتبهدلوا معاكِ. أهوّة. لمّا تجلبيه وأنتِ لسه مش قطعتيه بيكون سهل معاكِ، لإن بتجلبي بكمية كبيرة في ثانية مع بعض، لو عايزة تقاطعيه وتجلبيه برضه دي حاجة ترجع لراحتكِ، يعني لو عايزة تقاطعيه الأول وترجعي تجلبيه دي حاجة ترجع لراحتكِ، بس كده مش هياخد معاكِ وقت في الجلبان، هتاخدي الحتة مرة واحدة وهتجلبيها وخلاص على كده. أهوّة. دي طويلة معانا شوية أهيّة، دي أطول واحدة أهي، شوف هنقلبها مع بعض أهيّة، إن شاء الله مش هتاخد أي وقت. اهم. طريقة سهلة وبسيطة خالص. أهو بتجلبي مع بعض وبنجلب مع بعض أكبر كمية عينتكِ عادي، مش بتاخد معاكِ أي وقت خالص. أهوّة. أهوّة أنا حابة أجرب جدًا منكم واحدة و2 و3 عشان برضه الناس اللي مش واخدة بالها من الموضوع، أو البنات حبايبي الصغيرين مش واخدين بالهم من الموضوع بس يعرفوا إن الدنيا ماشية إزاي، لإن في ناس كتير جوّه بتستصعب الموضوع ومفكرين إن هو صعب بس هو والله سهل خالص. كل ما إيدكِ بتاخد عليه في الجلبان كل ما بيكون سهل معاكِ أصلًا، يعني ممكن تحسي أول مرّة إن هو أول واحدة صعبة معاكِ، تاني واحدة مش تيجي، بس بعد كده الموضوع عادي بيكون سهل معاكِ خالص، ومن السهل خالص إن هو بيتجلب معاكِ أهو. أهو يا حبايبي، دول اللي جلبناهم مع بعض أهُمّة، مش خدوا معانا أيدنا وقت، يعني في دقيقة واحدة كنا جلبناه أهوّة، أهوّة، باقي معانا كام واحدة أهو أخلّصهم ونرجع مع بعض أهوّة، ودي آخر واحدة أهي برضه حبيت أوريها لكم برضه. اهم. زي ما قُلت لكم أنا آسفة بس على الإضاءة بس عشان بس النور كان قاطع بس. أهوّة، بعد ما خلّصناهم مع بعض أهوّة، دي آخر واحدة. هنيجي بقى للتنضيف بتاع المنبار بتاعنا، هنجيب جلدة أنبوبة، بتحاولي تجيبي جلدة أنبوبة تكون واسعة شوية عشان تعدّي منها بس المنبار، هتجيبي المنبار بتاعنا أهو، هتنزليه في جلدة الأنبوبة في الخرج بتاع جلدة الأنبوبة، تحطي المنبار بتاعنا فيه أهو، وبتسحبي الجلدة، تسحبي المنبار من الجلدة أهو، فهو بينزّل أي رواسب الجلدة بتضغط عليه وبينزّل أي رواسب أهوّة، لو جابلك حتّة فيها دهون حتّة تخينة مش عدّت من الجلدة بتحطّي عليها شوية مَيّة والدنيا بتمشي عادي معاكِ، أهو، أهي حتّة أهيّة فيها دهون أهيّة، تحطّي عليها يا دوب شوية مَيّة صغيّرين أهوّة، أهو، شوية مَيّة بس صغيّرين بس بتخلّي الدنيا مشيت معاكِ، أهو، شوفي المنبار أهو نزّل إيه بجلدة الأنبوبة أهوّة، مش بياخد معاكِ أي وقت خالص وبطريقة سهلة وبسيطة خالص،
وبتعيدي عليه مرة و2 و3، حتى لو عدتِ عليه 3، 4 مرات فهو مش هياخد أصلًا معاكِ وقت، وبتوصلي لنتيجة كويسة يعني تستاهل إن أنتِ تعمليه. أهوّة هنعمله كمان مرة. أهو يا حبايب قلبي، أتمنى تجربوها والله ما بتاخد أي وقت خالص. أهو شايفة الجلدة نزلت ايه مع عندي في تاني مرة اهوت، نزلت ايه على الحوض اهو. هنجرب كمان واحدة اهوت. اهوت دي برضه اهيت، لما تجيبلكي اي حتة فيها دهون فيها اي حاجة تخينة مثلا مش عايزة تعدي من الجلدة، بتحطي عليها بس شوية مية بتسهل معاكي الموضوع. اهوت اهو يا حبايبي شفتوا الجلدة نزلت ايه من المنبر بتاعنا اهوت. كلته قلبناه اهو بالطريقة ديت اهوت، هننضفه بالطريقة ديت برضو، اظن مش في اسهل من كده. معلش هو بياخد معاكي يعني شوية شغل شوية، بس معلش عشان هو المنبار اصلا من الحاجات اللي بتحتاج نظافة كويس، وبتحتاج ان انت تضغطي عليها شوية في النظافة. اهو هنعمله كلته بالطريقة ديت اهو، وهنعيد عليه مرة و2 و3 لغاية لما توصل للنتيجة اللي انت شايفاها قدام منك والنتيجة اللي انت عايزاها. اهو بجلدة الانبوبة شو نزلنا ايه من المنبار بتاعنا اهو. اهو دي كله بجلدة الانبوبة ديت اهو. طبعا بترجعي تعيدي عليه تاني، وطبعا انتي بتشوفيه قدام منكي بتعمليه بس حكة بسيطة كده بس بالسكينة، بس بتشيلي اي حاجة نازلة عدت من الجلدة مش نزلت، اي مادة لزجة اي رواسب عدت من الجلدة. انتي طبعا بالسكينة طبعا مش دلوقتي كده مش هتحتاج منكي حك ولا بتحتاج منكي مجهود ولا بتحتاج منكي حاجة، على السريع على الماشي بس كده، فمش بياخد معكي وقت. الجلدة بتسهل معكي في حكاية الحك والتنظيف، بتخليه مش بياخد معكي وقت. اهو كده وانتي ماشية على السريع بس كده اهوت، بتحكي بس كده بالسكينة وانتي ماشية اهو، نشي عليه السكينة بس كده اهو. لازم نتأكد ان هو نظيف وان هو كويس. اهو مش خد معك اي وقت خالص، بتيجي البيع على الناحيتين اهو. يعني النتيجة اللي هنوصل لها في الاخر تستاهل ان احنا يعني ان احنا نغسله وان احنا نتعب فيه شوية. هنمسك الطبق اهو نغسله وننضفه ونحط اللي احنا عملناه فيه. هنمسك واحدة تانية اهو. دي طويلة شوية هنقطعها بس معلش عشان ايه نعرف نفردها كده براحتنا جدا منا اهو. يا دوب وانتي ماشية يا دوب بعملها بس بالسكينة كده في ثانية كده على السريعة، يا دوب بمشي السكينة عليها اهي، لان هي اصلا نظيفة، وهي اصلا المادة اصلا خالعة من المادة اللزجة اللي عليه خالعة منه اصلا، ده يا دوب السكينة بس بتمشي عليه بس تأكيد نظافة بس عشان لو حاجة معدية من الجلد او كده اهو. اهو
اهوت هتمسكيه كل هات وبتعيدي عليه بالطريقة ديت وبتحطيه في المصفى اهوت وتغسليه كويس اهو. دي بعد ما شطفته مرتين تلاتة اهوت تشط فيه بس من المدة اللي كانت عليه اهو. تغسليه كويس اهو في المية تحت الحنفية. هو والله ما بياخد اي وقت خالص اهوت. هنغسله مع بعض اهوت بليمونتين اهوت. زي ما احنا قلنا هو بيحتاج نظافة كويس، يعني بيحتاج يتغسل مرة واتنين وتلاتة وعشرة كده عشان تحسي ان هو ريحة الزفارة اللي فيه راحت وتحسي ان هو نضيف جدا منكي وكويس. هو بسم الله ما شاء الله اهو بقى شكله كويس خالص بعد ما نضفناه اهوت وشلنا اي حاجة فيه. بتغسليه بشوية ملح وشوية ليمون اهوت وبتغسليه على ايدكي تحت الحنفية اهوت. بقى ابيض معنا زي البفتة اهو زي الوردة اهوت. هي معلش الإضاءة بس هي اللي ظلماه بس يعني هو معلش بس عشان النور كان واطع زي ما قلتلكوا. حطيت عليه شوية دقيق. أنا بحب أضيف الدقيق لأي حاجة عندي بتتغسل أي زفارة أي حاجة لأنه بيقضي على أي زفارة وبيدي لا وبيدي لون كويس للحاجة، يعني بيجلي الحاجة بمعنى أصح بيخلي شكلها كويس وبيشيل أي بيقضي على أي ريحة زفارة فيها. اهو غسله بالدقيق وبالملح والليمون كويس اهو. هجيب مصفى واطلع فيه. ادي كيلو ونص معنا من بره اهوت مش خد معنا دقايق معدودة اهو في ثانية اهوت. فانت لو عندك اي كمية هتخلصيها على طول مش هتاخد معك اي وقت اهو تحت الحنفية اهو شايفين شكله اهوت. دي برضو الاضاءة برضو ضعيفة برضو اهوت منور اهو. كل ما بتغسل الحاجة كويس كل ما بيكون شكلها كويس وبتدي نتيجة افضل. تمسكيه وتغسليه تاني كويس اهو. انا هغسله بحبات طماطم برضو يعتبر برضو بتقضي برضو على اي زفورة برضو. هو اللي حابب يعني حتة الطماطم دي يحطها اللي مش حاببها مش يحطها عادي يعني هي مش مشكلة يعني بس هو يعني في اعتقادي كده يعني. لان بلاقيها بتقضي على الزفارة وبتشيل اي زفارة من اي حاجة اهي. بعد ما غسلته كويس اهو من برا اهو بتقطعيه اهوت حسب ما انت عايزة. طول الصباع انت اللي بتحدديه حسب ما انت عايزاه. طول صباع المنبار انت بتحدديه براحتك انت عايزاه طويل عايزاه قصير انت بتحدديه براحتك اهو. بتمسكي مقص عشان يسهل معاكي العملية وبتقصيه اهوت. انا حابة بالطول ده. ولو حتة جبلتكِ مش نافعة تعمليها 3 بتعمليها 2 عادي. ولو حابة ان انتي تعملي المنبار اللي هو البوبس ده اللي هو الدواير بتسيبيه معاكي حتة طويلة ومش مش بتقطعيها عشان تعرفي تشكلي فيها براحتك. هوريكي في الاخر ازاي هنحشيها مع بعض. بس انا للاسف الشديد مش سبتله يعني حتة طويلة هي كانت طويلة بس مش طويلة جو. بس هوريكوا ازاي طريقة حشيانها مع بعض لو معاكي منبار طويل هيبقى افضل يعني اهوت. بتقطعيه اهوت زي ما انتي عايزة اهو طول اللي انتي حباه اهوت. قطعته كلها وسط بالطريقة ديت اهو. تمسكي المقص وتقطعيه يعني مش بتحركيه كده ولا كده عشان مش تبهدليه معاكي اهو. المنبر بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله زي الوردة اهو. نضيف زي الوردة اهو في ايده اهو اهوت. اتمنى ان انتي تجربيه على طريقتي دي وان شاء الله هيعجبك ومش هياخد معك اي وقت خالص ولا اي مجهود.
وهتعمليه نضيف ومش في اي زفورة ولا في اي حاجة خالص. اهو المنبار بتاعنا هصفيه اهوت. اهو مش مية المنبار اهي مية نضيفة زي الوردة اهي، وشكله نضيف اهو زي الوردة اهو، ومش خد معك اي وقت خالص. بتخلصيه في دقايق معدودة وانت واقفة على الحوض اهو. وهنعمل المحلول بتاعنا اللي هننقع فيه المنبار على بال ما نعمل الصلصة بتاعته. هنحط الليمون اهوت، هنعصر ليمونتين بشوية مية وشوية ملح اهو. هنسيب المنبار بتاعنا منقوع فيها لغاية لما نعمل الصلصة بتاعته، الخلطة بتاعة المنبار اهوت. هنجيب حلة على النار فيها شوية زيت، هننزل ببصلتين كبار يكونوا مفرومين فرم ناعم اهوت. كل ما بتزود البصل لخلطة المحشي زي ما قلنا قبل كده بيديله سكارة بيديله طعم اهوت. تنزل البصلة تتشوح في قلب الزيت، لما تتشوح معاك تشويحتين تلاتة كده تبدأ بس تدخل على اللون اللي هو المصفر ان هي تدبل بس. بتكوني مجهزة قرن فلفل حامي مقطعة قطع صغيرة، لو عايزة مش عايزة فلفل حامي عادي مش مشكلة بتحطي فلفل اخضر عادي يكون بارد اهو. بتسيبيهم يشوحوا في قلب بعض اهو. تسيبهم لغاية لما تحس ان هم خلاص خدوا اللون الذهبي مع بعض البصلة مع قرن الفلفل. بتكوني مجهزة الطماطم لكل كيلو رز كيلو طماطم، وكيلو المنبار بياخد معنا كيلو الا ربع من الرز. كيلو المنبار بياخد معنا كيلو الا ربع من الرز. هنبدأ نديهم تقلبتين مع بعض اهوت لغاية لما يبدأ يوصل للون ده، اللون الذهبي ده، هما الاتنين مع بعض اهمت. هننزل بالبهار بتاعنا، ملح فلفل اسمر كمون بابريكا بهارات محشي كزبرة ناشفة معلقة صغيرة من السكر. وهننزل بالبهار بتاعنا، حابة ان انت تضيفي حاجة تشيلي حاجة دي حسب راحتك انت. معلقة السكر اللي انا حطيتها معلقة صغيرة عشان تعادل الحموضة بس بتاعة الطماطم. تديهم تشويحتين، بتدي البهار بتاعك تشويحتين مع البصل. بسم الله ما شاء الله والله ريحته جميلة جدا. لما بتشوحي البهار مع البصل بدي ريحة وبدي طعم، يعني مش هنقول اهو. وبتنزلي بالطماطم على البهار بعد ما بياخد تشويحتين مع البصل اهو. هتقلب الطماطم بتاعتنا وهتسيبيها كلها في قلب بعضيها تتسبك في قلب بعضيها، بس عينكي عليها من وقت للتاني تديها تقليبة كده عشان مش الشيط منكي. هي كده خلاص الطماطم بتاعتنا خدت الحدق بتاعها، وتغطي عليها وبتسيبيها على بال ما بننجي بس الرز ونجهز الخضرة بتاعتنا بتكون هي السبكة. والطماطم بتاعتنا اهي بعد ما اتسبكت اهي نكون احنا غسلنا الرز وجهزناه، وبننزل عليه بين الصلصة اهي. الصلصة مش هتكون سخنة قوي يعني، هتحاولي على قد ما تقدري تحاولي يعني تصبري شوية عشان الرز مش يشرد معاك مية. بتنزلي بالصلصة وهي سخنة اهو. دوم تقلبتين مع بعض. هننزل بالخضرة بتاعتنا مع الرز مع الصلصة. طبعا انا ظابطه الحدق بتاعها، بس انتي برضو لو انتي شايفاها ناقصه برضو شويه ملح، هي هنا احتاجت معي يدوب نص معلقه صغيره من الملح اما ظبطت الحدق بتاعها. فانت الحدق بتاعك دي انتي بتظبطيه بمعرفتك انتي اهو. هقلب الخلطه كلها بسم الله ما شاء الله ريحتها جميله، اتمنى تجربوها ان شاء الله. وادي الخلطه بتاعتنا اهي بعد ما خلصناها، والمنبار بتاعنا اهو بعد ما غسلناه وصفيناه كويس. بتجيبي بوز المنبار كده وبتروحي جايه حاطه صبعك في قلب المنبار في بوز المنبار اهوت، وبتحشيه اهوت بالخلطة بتاعتك اللي انت عاملاها اهوت. تيجي على البوز من الناحية التانية اهوت. لو المنبار بتاعك واسع مش هتحتاجي ان انت تحطي في البوز دي والبوز دي، هو بتحطي من ناحية واحدة والخلطة بتنزل في المنبار اهو. بتخلي المنبار كلها مسوات بعض اهو، مش على اي رز خالص، كلها مبطبط مسوات بعض اهوت.
عشان الممبار اصلا لما بينزل معك في الرز، الممبار لما بينزل في المية الرز كده كده بيشرب مية، والمية بتبقى كتير عليه فهو بينسلق، فبيشرب مية، فكده هيفرجع معاكي لو انت زودت الحشو عن كده. احنا عايزين الممبار بتاعنا يكون كلته محشي كويس، ويكون كلته مظبوط، ومش حاجة تفرجع معانا في المية. اهو تمسكي الممبار كده وبتحطي في بوز الممبار وبتحشيه من ناحيتين كده، مش بياخد معاكي اي وقت خالص، وانتي واقفة في ثانية بتعمليه. اهوت بتخليه كلها مسود بعضه زي ما قلتلك اهو، مبطبط كلها مسود بعض اهو. هنجرب مع بعض واحدة تانية اهو. اهوت بوز المنبار اهوت، بتبدأي تدخلي في الرز، بتمسكيه بايد وتدخلي بيه اهوت، مش باخد معاكي اي وقت خالص اهوت. اهو تشيلي اي رز واي خضرة اي حاجة عليه، بتشيليها اهي وتخلي كلها مسود بعضها. هحشيه وهنحطها اللي مع بعض اهيت، فيها شوية مية تغلي عبال ما اخلص حشو، وادي هديني خلصت المنبار حشو والمية لسه يادوبها بدها تفور، يعني مش خد معها اي وقت خالص اهو. هتيجي والمية بدها تفور تسقط المنبار اهوت فيها اهوت. المنبار عند لما تنزليه في المية مش تقلقي، هو مش هينزل اي رز، هو عند لما بيشم المية السخنة بتقفل على المسام بتاعة المنبار، فمش تقلقي منه خالص اهوت. مادام انت حاشية ومخليه كلها مسود بعض وكويس، مش مزودة في الرز، عمره ما يفرجع معاك ولا عمره يجراله اي حاجة، والمية بتاعته تكون كتير. بتنزليه مرة واحدة، بتنزليه واحدة واحدة حسب ما انت عايزة، هو انت عند لما تنزليه خلاص كده هو شم ريحة المية خلاص كده، مش هيتفتح معاكي ولا هيجراله اي حاجة معاكي اهو. دي واحدة معنا هي. عايزة اعملكوا الطريقة اللي هي البوبس، اللي هو المنبار البوبس اهوت. لو انت حابة ان انت تعمليه بتجيبي واحدة تكون طويلة، بس انا نسيت وقطعته كل هاته، فانت دي طويلة شوية اهي. بتجيبي فتلة خيط طبورة معاكي، اي فتلة خيط معاكي او اي طبورة عينك هي تكون نظيفة كويسة، وبتيجي على بوزها كده، بتروحي جاية لفها لفتين وربطها ربطتين عقدتين فوق بعض، عشان لما تفور مع المية وتعمل مش هتفك منكي اهو. دي بس عشان معلش بحشي بس ومنعوزها بس عشان كده بالزفلت اهي، وهتقطعي الخيط وتيجي تعملي حتة تانية اهو اهوت. تعقدي عقدتين فوق بعض مهم. دي اللي حابب يعمل اللي هي الطريقة اللي هي المنبار البوبس اللي هو عامل زي الكور الصغير ده، ولا الشكل بس للمنظر، بس للي حابب يعمله. في ناس بتبقى غاوية يعني تعمل الحاجات دي وكده كتشكيل بس مش اكتر اهو. هنقطعه اهو بعد ما عملناه اهو اهو. نزليه ورا خرف المية معاهم اهو. بتكوني مجهزة بصلتين متقطعين واربع ورقات لورا واربعة من الحبهان، وبتنزلي بيهم في المية بتاعتنا اهي. والملح بتاعنا مش بتضيفي الملح اللي هو مجرب يستوي، علشان مش ياخد معاكي وقت في السوا، او مش بضيف الملح لما يكون مجرب يستوي. ومن وقت للتاني ايدكي فيه وتقلبيه بالراحة خالص علشان مش يلزق معاكي في قعر الحلة، وبتضيفي الملح في الاخر خالص، والمية تكون زايدة عليه زي سلق المكرونة هي. انا لما بدأ يدخل في السوا اهي، بص الشوربة بتاعته هي تنزل شوربة صف هي زي الوردة اهي. الشوربة بتاعته بسم الله ما شاء الله، عشان انتي غسلاه كويس وعاملاه كويس، مش فيه اي ريحة زفورة ولا فيه اي حاجة. وهنا ضفت الملح وسبته ياخد فورة، وهطلعه اهو. بسم الله ما شاء الله المنبر بتاعنا اهو شكله هو زي الوردة اهو. الحشو بتاعه مظبوط وشوربته عاملة ازاي اهو، منزل شوربة زي الوردة هي.
اهي مش في اي حاجة خالص ولا حاجة فرجعت مني ولا اي حاجة خالص. ليه؟ لان من وقت للتاني ايدكي فيه وبتظبطي ميته وبتظبطي حدقه في الاخر، واللي انتي عاملاه اصلا الحشو بتاعه ظابطه الحشو بتاعه. اهو يا حبايبي هنطلعه كليات اهو مع بعض اهوت. شايفين مش مطلعين حاجة مفرجة ولا في رز طالع ولا في اي حاجة خالص، ودي الشكل البوبس اللي احنا عملناها هي برضه اهي. اهو كل اللي طالع معنا البصل وورق اللورا اهو، مش في حاجة مفرجة خالص ولا حاجة طالعة معنا هو ولا اي رز ولا اي حاجة خالص. اهو كلته بصل اهو ورق لورا اهو. طبعا الشوربة دي انت بتتخلصي منها ومعنى اهوت الزيت بيسخن على النار اهوت. لما يبدأ يسخن هتنزل من المنبار بتاعك، طبعا مش بنحمره قوي، يا دوب ياخد لون بس مش اكتر. اهو رصي معاك كلته في الزيت كده، اول ما بيسخن معاكي مش هتنزل على الزيت وهو بارد عشان مش يلزج منكي في الزيت ويفرجع منكي. اهو احنا المنبار بتاعنا اهو خد لون اهوت وقلبناه على الوش التاني اهوت وبنطلع اهو. هو اللون ده كويس اهوت. اهو ودي الشكل الحلزوني بتاعنا واللي احنا عملناه اهوت، اللي هو الممبار بقول عليه ممبار بوبس. ناس بتبقى غاوية تعمل الأشكال ديت فعادي تعمله عادي مش مشكلة يعني. كيف إن كان أصلا هي يعني مش بتعملي حاجة جديدة يعني. الممبار موجود والخلطة موجودة وكل حاجة موجودة عادي يعني، اللي حب يشكل في المنظر بس. اهو ودي شكل الممبار بتاعنا اهو بعد ما خلصناه اهو. بسم الله ما شاء الله مش هنقولك والله ريحته زي الورد وطعمه جميل. وهوت الشكل دي انتي بتقطعيه اهو بالمقص اهو. طبعا الخيط من السهل خالص ان انتي بتشيليه اهوت، حابة تسيبيه زي ما هو بتسيبيه، حابة تعمليه زي ما هو كده بتعمليه اهو. والخيط بينشال معاكي بسهولة خالص اهوت. اهو دي شكله اهو كمنظر بس للي حابب يعمله اهو، ومش في اي حاجة خالص اهو. واتمنى ان شاء الله تجربوه، واتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مع اسرار المطبخ مع نورة. واتمنى ان شاء الله اي وصفة بعملها ان شاء الله تجربوها، أنا مش بقدم اي وصفة ولا بعمل اي وصفة لان كنت متأكدة منها ومجرباها وعارفاها ان هي طالعة كويس.